صباح الفل عليكم، يوم سعيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. احنا لسه برضه في العيد الكبير، يا رب يعود علينا الايام بخير يا رب. جبنا كيلو ربع لحمه اهو او كيلو ونص، بسم الله ما شاء الله. قطع حمراء من اي نوع، من اي قطعه انت عايزه تقطعي منها براحتك خالص. ما شاء الله جميله خالص اهي. يلا مع بعض نعمل شوربه، نعمل فته النهارده. نعمل الصلصه بتاعه الفته، ونعمل الرز الابيض، ونعمل احسن طاجن، احسن صينيه فته لاحلى ناس كده. ونهاركم ورد ان شاء الله. وبسم الله كده نسمي على سيدنا، نصلي ونسمي على سيدنا محمد. جبنا معانا كيلو ونص لحمه اهو. خرطنا حبات طماطم، خرطنا بصلايه تخريطه كبيره. جبنا البهارات. يبقى ان شاء الله هنجيب حلتنا كده ونروح نازلين فيها بمعلقه سمنه، سمنه بلدي حلوه كده، على حبه زيت. يبقى بسم الله ما شاء الله. فضلت ان انا احط سمنه بلدي اهو، وادوب السمنه كده خالص براحتي اهو كده. نسمي دايما على نصلي على سيدنا محمد كده، يا رب تكون الدار كده بركه دايما يا رب. كل سنه وانتم طيبين. ورحت نازله قطع اللحمه تاخد لون كده، شايفين جمالها؟ ننزلها طبعا. انا مش بحب احطها في ميه السلق على طول، بحب اديها صدمه كده واديها لون الاول كده. اللحمه بتاعتنا في السمنه شايفين ما شاء الله زي العسل. من اي قطعه انت بتحبيها وتجيبي منه، الموجود عندك ومتوفر عندك تعملي منه زي العسل. ربنا يدومها نعمه يا رب العالمين. ورحنا نازله طبعا بالبصله القطعه الكبيره هي، والطماطم معايا، ومعايا كمون وفلفل اسمر مش هكمل عشان مش هيغمج الشوربه، ونسبه قليله خالص ملح لحد ما تجرب تستوي. وورقتين ورق لورا جميل اهو. دي بقى كميه الملح كلها مش حطيتها عشان اللحمه مش تاخد معايا وقت في السوا. نسيبهم كده مع بعض حوالي 10 او ربع ساعه، 10 دقايق او ربع ساعه كده، ياخدوا مع بعض في التتبيله كده ويدوا نص سوا كده. ونشوف هنعمل مع بعض ايه دلوقتي. يلا مع بعض نعمل الرز الابيض بتاع الفته. هوريكم طريقه سهله خالص وبسيطه، يا رب تعجبكم. يبقى بسم الله ما شاء الله. روحي جايبه معلقتين زيت، وروحي جايبه معلقه سمنه حلوه هي معايا، واروح نازله بها على الزيت كده. بسم الله ما شاء الله. ورحت طبعا غسله معايا الرز اهو ونشفته زي ما انتم شايفين اهو. يعتبر دي 3 كوبايات رز على حسب استعمالك انت، 3 كوبايات رز. واروح نازله بيهم بعد ما الزيت يتحمر معايا، بعد ما الزيت يعتبر انجدح معايا على الرز. وابدا انني بقى ابدا انني اقعد اشوح فيه كده بالسمنه والزيت لحد ما يتشوح خالص كده. واروح طبعا جايبه ملح معايا اهو، شايفين الملح معايا اهو. طبعا مش بنضيف لي اي حاجه من كده اهو. يبقى الرز بقى مفلفل وجميل. تقعدي بقى تشوحي فيه كده علشان الميه تسخن. الميه في الكاتل بتفور، ينزل عليها تبقى في منتهى الروعه والجمال اهو. دي بقى فتة الرز الفتة اللي بنحط على على العيش اللي احنا برضو هنعمله دلوقتي. الفيديو هيبقى طويل شويه، مش تزوجوا مني، بس انا عارفه عشان انتوا بتحبوني هتدعموني بلايك حلو كده من ايديكم وباشتراك زي ما انا متعوده على الخمسه ستة اللي هم بيشجعوني. برضو نقعد برضو نشوح فيه كده على قد ما نقدر، والميه بتفور معانا برضو، ونحطه نوريكم الرز. يبقى خلاص الميه كده مغليه معايا، وبدات ان انا اشوح فيه شوحت فيه حوالي 5 دقايق كده. شايفين ان شاء الله زي العسل اهو. طبعا انت عارفه ان ده الروسكي بيكون طري شويه عشان الفته. بصي والله العظيم بيكون مفلفل، يعني زي ما بنقول علم كده في مصر بيرتمي على الارض ويلتم. ما شاء الله زي العسل اهو يا دوب اهو ما شاء الله زي العسل. يبقى احنا كده نغطي عليه ونوريه لكم لما يستوي كده. هتلاقوه ان هو بنبادر بدران كده، وهيعجبكم خالص وتجربوه وتقولوا لي رايكم. يلا مع بعض بقى نحمر العيش بالسمنه البلدي، ونعمل احلى فته عيش برز بمرقه اللحمه، ونوريكم وعيد سعيد عليكم. يبقى احنا بسم الله ما شاء الله رحنا جايبين طاستنا، ورحنا جايبين عيش من المدعم العادي اللي يعني بصي 100 100 على اللي عند الكل اهو. ورحنا نازلين في الطاسه كده. بصي العيش على حسب الكميه اللي في البيت. ورحت جايبه معايا معلقه سمنه اهي، بس هي صراحه طالعه من التلاجة مش فاكره، بس هتسيح مع العيش يعني اهو. معانا كده
ونبدا ان احنا بقى ايه نقلب في العيش بتاعنا لحد ما يحمر خالص وياخد لون ذهبي كده، يبقى ممتاز خالص ويبقى يجرجش معانا. هو بايت عندي مش عملته من الطازه صراحه اهو. نقلب، مش تقولي ان اللحمه هتبقى سمينه والرز عليه سمنه وكده، لا، الكميات مناسبه خالص وعلى حسب ما انت عايزه. تقللي براحتك، تزودي براحتك براحتك خالص. ومعايا في نفس العيش والسمنه رحت جايبه ايه يعتبر فص ثوم بسيط كده، ورحت ايه هرسين، بدي ريحه كده في العيش وفي التحمير بيبقى ايه روعه خالص. ونبدا ان احنا نقلب كده لحد ما نوصل للون اللي انا عايزه اوصل له، واوريه لكم واقول لكم ايه رايكم في العيش وفي الفته وفي الرز وفي اللحمه، وهتبقى احلى وجبه ولا احلى ناس. يبقى زي ما انتم شايفين كده لونه اتغير اهو، وبدا ان هو ايه يخرفش كده او يجرجش خالص اهو. هنشيله كده ويلا مع بعض نعمل الصلصه اللي هي بالخل، اللي هتبقى تخلي بقى طعم الفته توديها في حته ثانيه خالص، عشان احنا هنرجع الايه العيش دي كان على البوتاجاز. يبقى بسم الله ما شاء الله رحت حاطه بقى الحله كده، ورحت جايبه شويه زيت بسيطه خالص اهي، ورحت نازله بباقي التوم اللي احنا فارمينه، لان التوم دي بيبقى ايه كتير شويه اهو ما شاء الله، لان الفته هي اساسها التوم والخل. يبقى مع بعض كده نقلب لحد ما ياخد اللون الذهبي اللي انتوا عايزاه، اللي انتوا طبعا متعوده عليه. يبقى بسم الله ما شاء الله الثوم خلاص كده بدا ياخد الايه اللون المطلوب اللي احنا عايزينه اهو. نقلب كده شويه ونروح نازلين بالايه بثلاث اربع معالق ايه خل اهو. اللهم صل على النبي، ريحه الثوم جميله اهو. يبقى كده خلاص نقلب تقليبه كده، ورحنا جايين مع بعض عاملين حوالي كيلو الا ربع طماطم ثبتناها ضربناها وصفيناها، ورحنا مسكينها يعتبر على جد فورتين بس كده اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. ونروح بقى ايه مقلبين الايه الكلام ده كله مع بعضه كده لحد ما التخديعه ايه هي والثوم كده والماده الدهنيه هي ايه يتوغلوا في بعض. ونروح طبعا حاطه شويه كمون بسيطه كده اهي، ونفضل ايه تفضل تفور كده نزودها. يعتبر الصلصه مش بتبقى يعتبر سايبه جو ولا ايه، ولا هي بنفس النسبه دي، بتبقى ايه يعتبر ايه شبه ايه زي مرقه شويه. يبقى كده خلاص معانا حطينا على الصلصه بتاعتنا، ونشوف الرز بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين اهو، شايفين الجمال اهو كده. خلاص هنوطي عليه بدل خلاص كده الشرب معانا، الماء اللي عليه نشفت يعني اهو ما شاء الله. نوطي عليه كده ومعاه نوعها جميل وزادت وزي العسل اهي اهي. نسيبها بقى لما تستوي والصلصه نزودها شويه ميه والرز خلاص على سوا، ونعمل بقى فته طاجن فته كده لاحسن ناس كده 100 100. يبقى كده خلاص يعتبر استوت. نروح جايبين يعتبر زي مجين ميه كده. بصوا هي بتبقى ايه في المستوى دي يا دوبها، ولا هي جابسه خالص ولا هي مرقه ايه خالص، يعتبر ايه سايبه كده اهو. هي كده الصلصه بصوا هي بتبقى الايه المقدار بتاعها كده يعتبر ايه انتوا شايفين طبعا اهو اهو. تدفوا فوره بقى ونطفي عليها خالص. يبقى كده ايه كل حاجه معانا تمام. ورزنا معانا استوى برده اهو اهو شايفين، وبرده اللحمه على وشك ان هي تستوي اهي. ونرص كده ونشوف ايه اللي احنا عملناه. بسم الله ما شاء الله سيبناها كده لما طلعت بصوا البهليزه بتاعتها كده خالص. بصوا شايفين، نروح بقى جايبين ميه ومزودينها اهو. بسم الله ما شاء الله. نحطها كده نغطيها بالميه. شايفين شربتها صفرا وجميله ازاي اهي. سيبناها كده يعتبر في الشلوحه كده لحد ما طلعت السمين اللي فيها كده وما شاء الله عدد زي العسل. نغطيها كده بالميه ونسيبها بقى لما تفرفر هتكون استوت، ونوريكم اللحمه ونعمل بقى الفته بالرز بالعيش كده اللي احنا حمصناه، ونوريكم احلى ايه طبق فته لاحلى ناس كده. بسم الله ما شاء الله شايفين المنظر، شايفين شربتها حلوه ازاي لما سيبتها يعتبر في التدبيق في البصل والطماطم حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. شايفين صفرة خالص وجميله ومش ولا اي حاجه وجميله خالص سمينه ازاي. بصوا بالنسبه للحمه بقى بصوا يعني ايه ده بتدوب اهي ما شاء الله اهي شايفين اهي. يعني بصوا سخنه جدا. يبقى احنا كده خلاص خلصنا اللحمه ومعانا الرز. شايفين ده ما شاء الله طفينا طبعا عليه مفلفل وجميل خالص اهو. بصوا ما شاء الله روعه وجميل بالسمنه البلدي، روعه زي طعمه زي الرز المعمر بالظبط. ومعانا الصلصه خلاص خلصت كده. بسم الله ما شاء الله جميله. يلا بقى نجيب العيش بتاعنا نحطه على النار تاني بعد ما قرمش كده ونشف.
يبقى كده بسم الله ما شاء الله. نزود نسخنه كده شويه. شايفين الخلفشه كده؟ خلاص مية مية تمام كده. بعد ما حطيناه شويه بصوا من طعمته والله العظيم ولادي كلوا مني كتير. حسيت ان هو شويه يعني طعمه بصوا رهيب اهو كده. خلاص ندفع على العيش بعد ما حطينا حوالي 5 دقايق كده. بصوا شايفين الصوت الجميل ده اهو. ونروح جايبين الكبشه بتاعتنا طبعا عليه بايه؟ معلقه ايه؟ ورق اللي ايه؟ الشوربه كده اهي ما شاء الله. يبقى الشوربه سخنه كده بصوا ما شاء الله زي العسل اهو اهو. نسيبه بقى فرفوره كده. لو انت برضه عايزه تحطي عليه كبشه رز كده تحطوه، بس انا بفضل الشوربه بس. لو انت بقى عايزه تاكلي اللهم صل على سيدنا محمد، لا لو انت عايزه بقى تعملي للافراد كل واحد طبق لروحه، تروحي بقى جايبه الايه المنظر دي كده، تروحي ايه بايديكي كده وتبططي الرز كده خالص اهو، وتروحي جايبه حبه ايه عيش كده. بصوا هتبقى يعني فته مش هقول لكم من الاخر كده ما شاء الله. دي بقى لو انت عايزه كل واحد يبقى ايه له طبق مع نفسه كده، غير الايه الطريقه التقليديه اللي احنا ايه متعودين عليها في الطبق الكبير بتاع الايه العيله كلها اهو كده اهو ما شاء الله كده. ونروح نازلين عليه برده بشويه رز كده من فوق، ونروح برده ايه اهو شايفين الرز جميل وشكله جميل ازاي خالص. وبرده بايدينا كده ونروح ايه نازلين عليه ضاغطين عليه كده، وجايبين الطبق بتاعنا ونازلين عليه ومورينكم المنظر بتاع الفته الجميل كده. هتبقى حاجه من الاخر خالص هتعجبكم خالص وهتجربوها وتقولوا له ايه رايكم. يلا نيجي بقى على طبق التقديم ونوريكم. بس كده قلبته كده في الطبق اهو منظر ما شاء الله زي العسل اهو. ونروح بقى جايبين معانا الصلصه بتاعتنا اهو، نروح نازلين بيها كده. بصي المنظر اللي انت عايزاه بقى اهو، وتاكلي بقى منه بصي بيبقى روعه والله. شايفين اهو؟ ايه رايكم في المنظر الجميل ده اهو زي العسل خالص. يلا بقى نعمل الطريقه بتاعتنا احنا اللي احنا متعودين عليها في الطبق الكبير. بقى غرفه كده اهو كده، واروح نازله بالرز كده في قعر الطبق، واروح جايبه طبعا الايه العيش اللي فاضل ده كده اهو اهو. شايفين حاجه بصوا من الاخر كده زي العسل اهي. وبرده نروح جايبين شويه رز تاني على الوش كده اهو ما شاء الله زي العسل. خير كتير كل سنه وانتم طيبين كده وبعود الايام يا رب. شايفين المنظر؟ ونروح جايبين برضو الصلصه وعلى وش الايه. لو انت بقى عايزه تحملي اللحمه بشويه سمنه بحته سمنه في الطاسه دي مكان العيش مش مشكله. بس انا بقى بالنسبه لنفسي مش بحب الحاجه السمينه قوي، هروح جايبه اللحمه كده من على الوش وجايبه ايه نازله بها كده كذلك الامر كده. شايفين اللحمه بتاعتنا مستويه وبصوا في منتهى الروعه اهو ما شاء الله كده سخن جدا. يبقى احنا كده خلصنا الفته بتاعتنا. الطبق دي كده يبقى ايه رايكم بقى في اللحمه والفته والرز الجميل ده تحميره العيش والمنظر الجميل ده بالف هنا وصحه. يا رب تجربوها كده وتقولوا لي رايكم وكل سنه وانتم طيبين. وزي ما اتعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله ومع الف سلامه ويعود علينا الايام بخير يا رب العالمين.